شوفوا يا جماعه الجمال. شوفوا القطعه طالعه علوه ايه. شوف طريه خالص ازاي. اعملها بقى بالطريقه دي هتعجبك قوي. جميله وريحتها روعه بصراحه. شوف الخرطه. شوفوا يا جماعه القطعه. العجينه بقى بصوا طريه عامله زي كيكه النايتي بالظبط. شوفوا الجمال. تحفه 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 بصراحه. بصوا يا جماعه معانا هنا كوبايتين ونص دقيق، وهنا بيكنج باودر، بقى الجافه كده مع بعضها، وهنا رشه ملح. لازم كوبايتين الدقيق ندخلهم، ومعانا هنا بقى 4 بيضات اهم 4. دول 4 بيضات يا جماعه، بس عشان صغيرين. لو بيض كبير ممكن تخليه 3. وهنا معلقه خل، رشه فانيليا، ودي كوبايه ونص سكر بكوبايه الشاي اللي في كل بيت يعني. ادي كوبايه، ودي نص كوبايه اهي بقى نص سكر. ونضربهم بقى كده في الخلاط. هنا بقى معانا 3/4 كوبايه زيت، كوبايه الشاي اهي اللي في كل بيت بالظبط. حطينا بقى اهي في الخلاط مع السكر والبيض اللي احنا ضربناه والفانيليا والخل. نزلنا عليهم بقى اهي 3/4 كوبايه زيت. بس بقى كده الخليط اهو. شوفوا ننزل عليهم، ننزل كل المقدار. ونقلب بقى مع الدقيق. لسه برضو معانا كده حاجه احنا لسه برضو ما حطيناهاش. هو بقى الخليط بقى تقيل كده معانا. شوفي نعمل بقى ازاي كده. بقى هننزل بقى. شوفوا بقى ايه عجينه تقيله بقى ازاي خالص. هننزل عليها كوبايه اللبن سخنه بتغلي اهي. كوبايه لبن سخنه اهي خالص، كوبايه واحده بس. نقلب بقى الخليط. تطلع معاك طعم الكيكه دي بصراحه تحفه. شوفوا يا جماعه احنا حطينا لها بقى كوبايه الحليب سخنه بتغلي. نحطها بقى في الصينيه. بصوا جبت بقى قطعه زبده ودهنت بقى الصينيه. تطلع معاكي بصي ما شاء الله حته قشطه بصراحه لما نكون دهنا الصينيه ايه زبده.
نطلع الألف قطع بتاعتها، ندخلها بقى على درجة فرن 180. ندخلها الفرن. بس يا جماعة بعد كده ما طلعت بقى من الفرن نقطعها. نقطعها بقى كده. والشير واشتراك في القناة مع ألف هنا مع ماما معتز.